ولد الأديب المناضل إيميل حبيبي في مدينة حيفا في العام 21. عاش في المدينة التي أحب حتى العام 56، ثم انتقل ليسكن الناصرة. في العام 43 تفرغ الرفيق حبيبي للعمل السياسي في صفوف الحركة الشيوعية الفلسطينية، وشارك في تأسيس عصبة التحرر الوطني. بعد النكبة نشط في إعادة الوحدة للشيوعيين في إطار الحزب الشيوعي الإسرائيلي، ومثله في الكنيسة الإسرائيلية منذ العام 52 وحتى العام 72. خاض الرفيق حبيبي مجموعة من المعارك البرلمانية ضد اليمين الإسرائيلي، لعل أهمها كشف مجزرة كفر قاسم في العام 56. بعد 20 عاما من العمل النضالي في إطار تثبيت حق الفلسطينيين بأرضهم، استقال حبيبي من منصبه البرلماني وتفرغ للعمل الأدبي والصحفي. عمل مذيعا في إذاعة القدس، ومحررا في أسبوعية مهماز، ورئيس تحرير جريدة الاتحاد حتى العام 89. استطاع إيميل حبيبي أن يشيد بناءه الروائي على مواد متنوعة ومتغايرة، وأن يجعل الكتابة الأدبية الساخرة تحلق في مناطق لم تكن مطروقة من قبل. ترجمت أعماله إلى لغات مختلفة من ضمنها اللغة العبرية، وتحول بعض منها إلى أعمال مسرحية وسينمائية. أهدته منظمة التحرير الفلسطينية وسام القدس، وهو أرفع وسام فلسطيني في العام 90. في العام الأخير من حياته انشغل بإصدار مجلته الأدبية مشارف. أصدرت آثاره الكاملة بعد 10 سنوات على رحيله، لتتيح لنا فرصة الإطلالة على العالم المدهش الممتع الذي بناه إيميل حبيبي. يرقد حبيبي في حيفا منذ العام 96 في قبر عند سفوح كرملها، نقشت عليه عبارة باق في حيفا. من شدة حبه لها وخوفه عليها أوصى بنقش تلك الكلمات على قبره. إيميل حبيبي الباقي في حيفا التي خلدته وخلدها في كتاباته، باق في تاريخ الرواية العربية والفلسطينية المعاصرة.